صلاة الفجر بالذات خصها الله سبحانه بسعادة ما يعرفها إلا من جربها، خاصة اللي تكون بعد نوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نام العبد، نام الإنسان، عقد الشيطان ربط في قافيته 3 عقد، 3 ربطات. فإذا قام العبد فذكر الله، قام، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذه فرصة أذكر نفسي وإياك، كل من يشوفنا اليوم، بأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها أذكار، ففرصة نتعلم شنو أذكار الاستيقاظ، أذكار النوم. الحمد لله الذي أحيانا، قام من النوم، ذكر الله، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت عقدتان، العقدة الأولى قام وذكر الله، العقدة الثانية توضأ. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى الصبح، صلى الفجر، انحلت جميع العقد، ثم أصبح نشيطا طيب النفس.